جو 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 برباح، جو برباح، جو برباح، جو برباح. جو جو غزة 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 شعار قصف ودمار، قصف ودمار. جو جو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، ما تنسوناش باللايك كيف العاده، ما تنسوش التعليق ديالكم الجميل اللي كيفرحنا ملي كنشوفوه وكنزيدوا لقدام. سمعتوا اخواني اخواتي، هذا من دولة هكا وهكيلي. انتوما اللي كتحقروا وكتبخصوهم كتقولوا لا هكا وهكيلي كيساعدوا فلسطين غير بالشعارات وبالتعليقات وبالكلام الفارغ، بل الحقيقه كتشوفهم بداو كيوجدوا امام الكاميرا وغادي يمشيو يحرروا. قال لك اسيدي شنقريحه عطاهم التعليمات يمشيو يحرروا غزه وغادي يطحنوا اسرائيل. اي هسي شفتوهم. المهم اخواني اخواتي، ما تنساوش لنا اللايك. خلينا نمشيو لواحد قال لك اسيدي الجيران كيحسدونا. ايه سخروا تبون، هذا وزير قال لك الجيران كيحسدونا على ياش الله اعلم. خلينا نسمعوه، وعندنا بزاف ديال المقاطع اليوم تشبعوا غير تكركير باش تعرفوا مع من كنتجاوروا. سمعوا. كلمة مصلحة العليا ورفعة وطننا المفدى ورفاهية مواطنينا الأعزاء. تلكم هي السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، أهم الإنجازات إنجازاتنا جميعا، ليست الحكومة فقط ولكن البرلمان كذلك. فقد ساهمتم بشكل كبير وقدر عظيم في هذه الإنجازات التي نقولها يعني بكل أريحية أننا نحسد عليها في دول الجوار. فبفضل الله تعالى سبحانه وتعالى وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والعمل الدؤوب، أقولها بدون أي ديماغوجية وأي شعبوية، لهذا البرلمان الفتي الذي رافقنا بأكثر من 40 بعثة رقابية واستطلاعية واستكشافية سمحت لنا بإعادة توجيه بعض السياسات العمومية، ووقفنا على بعض الاختلالات التي عالجناها والتي نحن نعالج البعض منها حاليا. بغيت نسولك اسيدهم الوزير ديال هكا وهكيلي، شكون الجيران اللي كتقصد اللي حاسدينك؟ واش المروك، واش التوانسه، واش النيجر ولا مالي ولا موريتانيا؟ كنظن انتيا كتقصد البوليزاريو، اللي ساكنين في العجاج وفي الخيام. اما حتى الدول المذكوره كنعرفوهم انهم احسن منكم بزاف ديال الامور، ولكن نتوما محسودين ممكن على الطوابير ولا علاش؟ على قله العدس ولا على قله اللوبيا ولا على قله العقل؟ علاش غيحسدوكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ونزيدكم واحد الخبير، خبير يا سيدي، قالك خبير اقتصادي، وكيحلل الوضع الاقتصادي في المنطقه. هيا سيدي سمعوا التحليل الاقتصادي في المنطقه كيفاش حلوا خبير من دولة هكا وهكيلي. اسمعوا. الآن بالنسبة إلى تونس والدول الأخرى، هما تتقوى لأن عندهم السياحة، كاين عندهم إرهاب، كاين عندهم مخدرات، كل هادو يجيبوا العملة الصعبة. لما يجيك إرهابي من الخارج ما يجيش غير وحده، راه يرسلوا واحد ويرسلوا بالدولار ولا يرسلوا باليورو ولا يرسلوا بهذه. لذلك عندك في كثير من الدول اللي فيها الارهاب وغير ذلك العمله ديالهم زايده، او اللي فيها المخدرات وغير ذلك العمله ديالهم زايده، لان المخدرات يجلبوا العمله الصعبه والعمله المحليه تزداد. هذه هي دابا انا يلاه فهمت. دابا هذا المحلل هذا او خبير اقتصادي كيحلل التحليل ديالو، قال لك اسيدي حنا وتونس، المغرب وتونس العمله ديالهم فايته العمله ديال الجزائر، لان حنا عندنا المخدرات وعندنا السياحه الجنسيه. عليها انا كنشوف نتوما دابا كتكثروا في السياحه الجنسيه، كتصيفطوا بناتكم لدبي هاد الايامات وشفتوا الحيحه كثرات، وكنشوف المخدرات كوكايين جاي من هنايا، وديك النهار شدوا الباخره على اسبانيا جاي من كولومبيا شراها شنقريحه، والتبون دخل مع اطنان ديال الكوكايين، والصناعه في القرقوبي والبلاد كلها مقرقبه. يعني هاد الشيء درتوه نتوما باش ترفعوا الاقتصاد ديالكم، يعني ضد في المروك وفي تونس باش تفوتوا بالعمله ديالكم. العمله ديالكم وما عمرها ما تطلع مادام عندكم هاد العقول وعندكم هاد الخبراء وعندكم بحال هاد الرئيس توتوه.
فأنتم إلى الوراء دائما. إلى عندكم العقل الجزائري فأنتم أترجعوا 100 خطوة إلى الوراء، فيما تحاولوا تزيدوا خطوة أترجعوا إلى الوراء. أنتم بدون استثناء من الرئيس إلى آخر عنقود عندكم في الشعب، فكلكم تجمعكم يلا في عقل، ما بقيناش 10 في عقل، غتوليو نتوما كلكم في عقل واحد، لأن عندكم أفكار واحدة. نسمو واحد في الشعب، وواحد راه كيتبعوه بزاف ديال الجزائريين وكيعطيهم نصائح وكيديروا له لايك. نتايا والله نتايا شام، انت من الله يزوم، نتايا سمع العقليه تقول واه نتايا عقتي بالمروك، سمع شنو قال لنا انا شو يصرى. وانتم المغاربه كاع معايقين وما فايقين، داك الشيء اللي كيوقع عندنا في المغرب حنا معايقينش بيه وهو عاقبينا. سمعوا سمعتوا شنو صاري في المروك في المغرب؟ سمعتوا شنو يديروا ولا ما سمعتش؟ ما قالوها لك في الاخبار هذه وشنو يديروا في المروك؟ هباك شنو يديروا؟ هباك باسبانيا قدام المروك شغل غير تما، والمغاربه راهم فاقوا في بي ان، وتعرفوا الفي بي ان باش تفتح البيت راهم فاقوا لها، راهم يديروا في بي ان تاع اسبانيا. راهم في البوس كي تطلع في البوس ما يعرفك ما تعرفه، تكون في قهوه تكون في ريستورون يجي لك يقول لك صاحبي ابونيني ونابونيك. راح تاكد المعلومه هذه نقولها لك، راح تاكد لك هاد الايامات تشوف هاد الدور في الترند تاع المغرب، تشوف باللي الناس تما كيفهموا باللي كاينه سوليسيون كيفاش دير البيطه، ما في الجزائر تقدر تستعملها. وتقدر ما تعرفه ما يعرفكش تعاونو يعاونك، طلع له الكونت يطلع لك الكونت يولي هو يخلص وانت تخلص كيما ما يديروا في المغرب. سمعتوا المغاربه؟ الفي بي ان، الفي بي ان اللي كيخدموها المغاربه. حتى انا البارحه صاحبي كنت غادي في واحد الحومه، هما يوقفوا عليا شي 4 ولا 5، قالوا لي عافا كيما تابونا عندنا. زدت مشيت عند مول الفران جبت الخبز، لقيت مول الفران قال لي تابونا معايا، مشيت عند مول الخضره قال لي تابونا معايا، مشيت مول الدجاج قال لي تابونا معايا، مول الحانوت تابونا معايا. هادشي نتوما مازال ما وصلكم واقيلا المغاربه. سير الله على الله على اللي ما يحشم. الكراغيله فكروا حتى هي وقالوا لك ها المغاربه علاش نجحوا، علاش المغاربه؟ لان هذاك النهار قال لهم بونيف انايا محقور، حيدوا لي ما نعرف 100 كونت على التيك توك وانتم ما كتعاونوش، وفلان وفلان وفرتلان في المغاربه واخا كيقولوا كلام يعني خايب وكيقولوا كلشي وكيهجموا الجيشيان، هكاك التيك توك ما كيحيدش لهم الحساب ديالهم. انا غادي نقول لكم الكلاخ ديالكم والتجليجه ديالكم منين جات. عرفت اخوتي المغاربه منين جات؟ من الحليب ديال العتروس، الحليب ديال الحمير واللحم الحمير، فرقش ديال الدجاج. ولكن غادي نوريكم هذا المقطع هذا اللي هو جديد ونوضحوا لكم واحد جزائري. صوروا، شوف تصور الحليب اللي جاب لهم عبد المجيد توتو كيف داير. شاهد. السلام عليكم خوتي، انا ما فهمتش حبيت نسقسي برك. هذا الحليب ميراز، هذا ما على باليش اصله ولا فصله منين. حليب يدير هكذا، يدير هكا، ما باش شنو هذا الحليب هذا اصلا. كي تشربوا مالح بالبزاف، شغل تحس بلي تشرب فيه شغل سيما بيضة ولا عفسه. هاوليك هذا ميراز، وكي تسكانيه هذا الباركود هذا اللي راهم دايرينو، هايليك نجيب تليفون دوك نسكانيه، هاوليك يتسكانيه يخرج لك حليب واحد اخر كاع جولي ولا عفسه هكذايا. هاوليك يخرج لك هذا. ما فهمناش دوكا وشنو هذا. وحوست في الفيسبوك نلقى فيه اضرار. في 2018 داروا بلي هذا الحليب غير مطابق ويحذروا منه، داروا له المخبر وكلش، راه يتباع دركا. ما فهمتش. اليوم رانا لو 1 اكتوبر 2023 مازالوا يتباع هذايا. والله يا خاوتي شوفوا دار شغل، دار عسل، شغل محرق، شغل ما فهمناش وشنو، ومالح، شغل كي تشربوه مالح بالبزاف. وانت كتستغرب علاش عندهم هذه العقليه هذه، علاش الخبراء عندهم والرؤساء والوزراء عندهم كيفكروا هذا التفكير. لانهم ناس كيشربوا السيما امام الحليب، والحليب مصطنع، يعني ممكن من عرفتش منين الله اعلم. الحليب ما فيش الكالسيوم، الحليب فيه مخدر، الحليب فيه شي حاجه. بنادم مخنوق من كل شيء، من الفوق ومن التحت. المخ ديالو تسد بالسيما كيفاش بغيتيه، ما يفكرش هكا ويقول لك لا العمله ديال هاد الدوله وديال الجيران المغرب وتونس طلعت بالمخدرات وبالدعاره وبالسياحه الجنسيه. ناس الكلاخ المبين، ناس تجليجه، ولينا نقولوا دوله في عقل. نعم دوله كلها في عقل واحد. اننا تجمعوا كامل ونفكروا يا الله غادي يقول لك السياحه الجنسيه في المروك.
الناس هبلوا حمقوا شي حاجه سميتها المغرب. ديما خصهم يتكلموا على الجيران، ما عمرهم يجلسوا شي ندوه مهما كانت. نتوما كتشوفوا حتى ناس عندهم في التلفزيون يعني عالمي لو متلقى مع مغربي في شي حوار او في شي راي كيتلاقى دائما يجبد لك انت الظهره، ويجبد لك انا الملك هرب، ويجبد لك شي حاجه تافهه، والموضوع رياضي ولا موضوع شيء، وهما دائما خارجين للسطر، دائما في الهامش. نتعرفهم لان محقونين فقط بكره المغرب. دائما خصو يدخلوا لك الصحراء او مخيمات ديال العجاج ديالهم، دوك البيادق اللي هما صانعينهم عندهم، ديما خصهم يدخلوهم في اي شيء مهم زكاره في المروك. فاخواني اخواتي خوتي المغاربه، هاد الناس خلقهم ربي باش يضحكونا، لا غير. احنا بكل صراحه ماشي انا كنتقلق ولا انا كنحب نرد عليهم انه ضررونا او مثلا كنحسوا بنقص ملي كيهضروا فينا، او كاين بعض المغاربه تيقول لك هادو ما يحتاجوش حتى تتكلم عليهم. لا، انا قلتها بنفسي، قلت ما نبقاش نتكلم عليهم، ولكن نخليو لهم فرصه. خصنا هاد الناس نضحكوا فيهم العالم، خصنا نزيدوا اللي ما كيعرفهمش خصو يولي يعرفهم. فالحمد لله اليوم بينا احنا الصوت ديالنا وصل للخليج، نعم وصل من الخليج الى المحيط، وصل حتى لاوروبا، وصل حتى لغرب افريقيا وادغال افريقيا. وصلنا لهم ميساج، قلنا لهم ها مع من كيجورنا ربي، ولا كلشي ولا اليوم كيعرفهم. فلا حول ولا قوه الا بالله، واللهم ولا شماتة. فحياكم الله والسلام عليكم، نشوفكم في حلقه افضل ان شاء الله. وما تنساوش اللايك والاشتراك والبارطاج. السلام عليكم.